بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني والله. معلش ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات. النهارده معانا عرض ضرب نار، اللهم بارك. العرض ده ما بيقعدش وبينطلب مني على طول، يعني اكتر عرض عندي بينطلب مني على طول، مفيش زيه ما شاء الله، اللهم بارك. وفي مكسب حلو جدا جدا جدا. العرض عبارة عن ايه؟ عن ميني تورته. تعالوا بقى اقول لكم الاول انا عملت ايه علشان يدوني الطبقات دي كلها. انا غبست صينيه مستطيله، حطيت فيها 300 جرام دقيق سبونجي جاهز، عليهم 3 بيضات، عليهم نص معلقه محسن جل، وعليهم كيس فانيليا، والميه ربع كوبايه ميه وحبه. تمام كده. دولت للحله وللصينيه. الحله المستطيله حطيت فيها 300، والحله المدوره مقاس 22 حطيت فيها 300، عشان كانت في واحده، الحله المستطيله كانت واحده طالبه مني تورتايه، وقلت لها تاني يوم هتأكد عليا، وانا كنت بغبس فغبستها لها معايا فهي ما جاتش. فانا قلت هعمل فيها ايه، قلت خلاص انا هقوم اقطعها، اشوف هتجيب معايا كام طبقة. لما انا قطعتها على رقم 9 جابت معايا 4 طبقات. دي الاولانية خالص اللي هي الشوكولاتة، ادتني 4 طبقات على رقم 9. جبت القطاعة اللي هي بتاعت الدونات، هي 10 سنتي، مسكت كل طبقة قطعت منها، ادتني اللي هي الحلة، ادتني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 11 تورتايه. تمام كده. قلت انا هعملها كلها شوكولاته، لا مش هينفع كلها شوكولاته. قمت انا جايبه الصينيه المستطيله وعملت فيها ايه، اللي هي الفانيليا. الفانيليا بقى في الصينيه المستطيله ادتني 9 تورتات مني. تمام. انا جبت بقى الورق الفاكيوم، قعدت اقصه على قد التورتايه، جاب معايا 9 تورتات. الورق اللي كان موجود عندي حاليا جم معايا 9 تورتات. قلت خلاص هقص على قد الفانيليا. قصيت 7. تمام، ايوه كانوا 7. وغلفت غلفت اول 7 تورتات. طبعا حطيت الاول حته كريمه صغيره من تحت، وبعد كده طبقه الكيك، وبعد كده الكريمه، وبعد كده طبقه الكيك، وبعد كده الكريمه. التورتايه اخدت معايا قطعتين بس، كل تورتايه طبقتين 2. تمام، على رقم 9، عشان الناس اللي بتقعد تسأل وما بيكملوش الفيديو للآخر. قمت انا مجهزه بقى ال7 اللي انا قلت لكم عليها، لغايه ما بعت ابو سليم يروح يجيب لي ورق فاكيوم، علشان طبعا احنا بنسافر بلد جنبنا اللي بجيب منها الشغل وكده. انا بقى طبعا قفلت ال7 دولت الاول، وسبت بقى الاتنين الفانيليا وسبتهم مع ايه، مع بقيه الشوكولاته. لما انا سبتهم وكده لغايه ما هو يروح يجيب لي ويجي، كنت انا قفلت التورتايه دي، كانت مطلوبه مني. التورتايه ديت فانيليا، كانت مقاس 16، اخدت معايا برضو 300 جرام دقيق اسبونج، عليهم 3 بيضات، وعليهم نص معلقه محسن جل، وكيس فانيليا، وربع كوبايه ميه هي ادتني يا بنات 5 طبقات، عشان دي كانت مقاس 18 مش 16، معلش علشان ما تتوهوش مني، دي كانت مقاس 18، مش هعيدها تاني. طبعا بقى حشتها نوتيلا ومربى حليب والنوتيلا وايت ولوتس وصوص فراولة. فحشيتها بقى وقفلتها وحطيتها في التلاجة. انا قلت هقفل الفانيليا كلته لغاية اما هو يجيب لي ويجي. قفلت طبعا بقى الفانيليا. الصينية ادتني 4 كبات، يعني هي ادتني الكيك كله سليم، عشان تبقوا واخدين بالكم في الحتة دي كويس. ادتني الكيك كله سليم، ما فيهوش قطع اي حاجة يعني، ما ادتنيش قطع زي التاني، بس ادتني 4 كبات. تمام. الشوكولاتة بقى اداني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، 2 كب. بس ادتني كيك، يعني انصاص، ادتني كيك يعني كيك انصاص متقطع مش سليم، يعني هو بس كان فيه كام واحدة سلام، والنص التاني كان كله متقطع. يعني انا كنت بحط الطبقة اللي هي متقطعة الاول، وبعد كده الكريمة، وبعد كده الايه، الطبقة اللي هي السليمة. نرجع للتورتيه التاني. انا حطيت شوية كريمة، ضربت لها قد ايه كريمه، تعالى ما اقول لكم عشان انا نسيت اقول لكم على الكريمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا ضربت لها كوبايتين كريمه، وتفضل معايا زودتهم. انا زودتهم للميني تورته. طبعا هي كانت رقيقه جدا وما كانش فيها شغل خالص،
آه هي بس كانت مكتوبة بس كده باللون البينك ده، وعليها رقم 19 من فوق، واللولي اللي هو المستورد. انا عملتها لها زي الصورة اللي هي بعتها لي بالظبط، مفيش اي حاجة ولا فيها سنتي كده متغير، علشان طبعا هما بقى بيعلقوا على الواحدة وعايزانا نفس الصورة ومش عارف ايه، والبنانيت الزغنطوطين هما اللي بيعلقوا بصراحة. هنا طبعا هو كان راح بقى وجاب لي، مسكت بقى الشوكولاتة كلها عبتها، وطبعا غلفتها زي ما انا عملت معاكم الاولانيين اللي هم الفانيليا. ضربت لهم العروض، خدت مني قد ايه كريمه، اخدت مني كوبايتين كريمه بشويه صغيرين من اللي هم كانوا باقيين من التورتايه. يا رب تكونوا فاهمين. قمت انا رايحه بقى مقفلاهم ومظبطاهم وحطيتهم بقى كلهم في التلاجة، شدوا مع نفسهم كده. انا بعمل الشغل من بالليل وبسلمه تاني يوم، ما بسلمش اي شغل ابدا. الشغل عندي لازم يبات في التلاجة ولازم يرتاح، ما بطلعش اي شغل عندي خالص بره بره التلاجة. يعني انا ما بسلمش في نفس اليوم، انا بسلم تاني يوم. ما عنديش شغل ابدا كده، عمري ما هطلع تورتايه ابدا، لو بموت والله العظيم ما هطلعها في نفس اليوم. بيبقى طعمها والله العظيم وحياة ربنا طعمها ما بيبقاش حلو. الكيكه ما كانتش لسه شدت ولا اي حاجه تكون شدت، وبيبقى طعمها غريب جدا وما بيبقاش طعمها حلو وحياة ربنا. اقول لكم ان بتاعه المحل بيبقى طعمها احلى من الكيكه اللي طالعه النهارده. لا تصدقوني بقى لما تصدقوني، والله العظيم يا بنات التورته لما بتبات في التلاجة بيبقى ليها طعم تاني رهيب رهيب رهيب، وطعمها بيبقى احلى من بتاعه المحلات بمليون مره. بس لو طلعتيها في نفس اليوم بتاعه المحل بتبقى احلى منها. هتقولي لي ازاي؟ اقول لكم ما اعرفش، هي بتبقى كده. قفلتهم بقى. انا كنت جايبه يا بنات اللي هو البان، انا كنت مفكراها شوكولاته، فانا لقيتها البان. فطبعا انا كنت جايبه العلبه ب24 جنيه، كان فيها 24 لبانه من دي. فانا قمت قايله انا هحطهم على الميني تورته. واديتها شكل حلو والله، واديتها شكل تحفه ما شاء الله. انا طلعت البوكس يعني طلعت البوكس فيه 4 ميني تورته، ومعاهم كب من اللي انا كنت عاملاه مع الميني تورته، وب100 جنيه. عايزه اقول لكم والله العظيم انا كنت عامله العرض ده بعد راس السنه بيوم. عايزه اقول لكم ان هو لغايه دلوقتي بينطلب مني، بس انا طبعا علشان خلاص مرهقه اليومين دولت، موقفه شغل، وكمان ثانويه حماتي يوم الجمعه ان شاء الله، الله يرحمها ويغفر لها. فموقفه الشغل لغايه بقى اما اخلص الثانويه الاول، وبعد كده هبدأ شغل، عشان طبعا بقى بطبخ وبعمل حاجات في الثانويه ديت، وبيبقى عندنا ناس ياما. فانا ما بعرفش ان انا اعمل شغل جنب الحاجه دي لوحده ودي لوحده، عشان طبعا مرهقش نفسي اكتر. وطبعا الاولاد عندي برضو، والبنوته الصغيره بنتي مطلعه عينيا، وربنا يعيني ويقويني. بصوا يا بنات، علشان انا نسيت اقول لكم ان هما ادوني 5 بوكسات، طلعوا معايا 20 تورتايه، ادوني 5 بوكسات، البوكس على 100 جنيه. انا بنسى موضوع السعر ده. مش في اللايك والاشتراك بتاعكم الحلو وتعليقاتكم القمر، ومع الف سلامه يا احلى بنات في الدنيا.